المشكلة التانية وهي قلة الممارسة والاكتفاء بالكورسات. كتير من الناس بيفتكروا إنهم لو اتفرجوا على كورسات كتير هيبقوا مبرمجين محترفين، لكن الحقيقة إن تعلم البرمجة مش زي إنك تشوف فيلم، مش مجرد تتفرج على الكورس وخلاص. العقل البشري بينسى 70% من اللي بيتعلمه لو مفيش تطبيق عملي. الممارسة هي المفتاح، من غيرها هتلاقي نفسك بتنسى كل اللي اتعلمته بسرعة ومش قادر تطبقه في مواقف حقيقية. الحل إنك تتبع قاعدة ال20 80. يعني إيه ال20 80؟ 20% تعلم و80% تطبيق. يعني لو شفت كورس لمدة ساعة المفروض تقضي 4 ساعات في التطبيق على الكورس. ده هيساعدك ترسخ المعلومات في دماغك وتبقى قادر تستخدمها بشكل فعال. وممكن تستخدم مواقع زي ليد كود وكود وورز للتدريب على البروبلم سولفينج. كمان ممكن تبدأ بمشاريع صغيرة زي ان انت تعمل آلة حاسبة او موقع شخصي. المشاريع دي هتديك فرصة تطبق اللي اتعلمته وتواجه مشاكل حقيقية. وافتكر دايما ان الممارسة هي اللي بتخليك تتعلم وتتحسن، وكل ما تطبق اكتر كل ما تتعلم اكتر. ما تخليش الكورسات تكون نهاية الطريق، خليها بداية لرحلة التطبيق العملي.